بقى الفقرة اللي انا مكنتش حابة اعملها، بس علشان يعني الناس ما تشوفش كومنت يعني تتاخد بيه او تفتكر ان الكلام صح. بس خلينا نبدأ بأول كومنت فيهم. بنت زايد بتقول: انتي بتضحكي على نفسك ولا علينا؟ بقى منهج تالتة ثانوي اللي بياخد سنة كاملة هيتلم في يومين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كل واحدة عايزة تاخد ترند وخلاص، يعني واحد ما يعرفش حاجة في المنهج، حل الامتحانات هيعرفوا المنهج ازاي؟ بصي يا بنت زايد، انا عندي مشكله دايما مع الانسان اللي ما بيبقاش في ايده حلول، وكل اللي بيعمله انه يدخل عشان يكسر مقاديف البني ادمين اللي بيحاولوا يوجدوا حلول. يعني هل انتي بكتابه الكومنت بتاعك فرقتي في نفسيه طالب ما ذاكرش حاجه من اول السنه وبيحاول انه يذاكر في اليومين اللي باقيين قبل الامتحانات؟ هل انت لما تقولي له ان المنهج الكبير بتاع الثانويه العامه اللي بيخلص في سنه كامله انت مش هتلحق تخلصه في يومين الامتحانات، هل انت كده ساعدتي؟ حاولي تحبطي بقى الناس، يعني مش شايفه له اي هدف. ممكن الانسان يقول اي حاجه في الدنيا غير انه يقول حاجه محبطه. حاول حتى لو باقي كام يوم على الامتحان عادي، المحاولة من شرف المؤمن. ولو انت مؤمن وعارف كويس قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنب اللي بيحاول، هتحاول حتى لو فاضلك كام ساعة. ايه لازمة ان انا ممكن احبط بني ادم بالشكل ده؟ يعني ده شيء ما ضايقنيش، انا اصلا ما خدش بالي من الكومنت غير وانا بقرا الكومنتات دلوقتي. بس يعني اي طالب في ثانويه عامه دلوقتي لما يخش يقرا الكومنت بتاعك بعد ما يمكن كان تحمس شويه من الفيديو، هيقول ما صحيح دي عندها حق، انا ازاي المنهج اللي هيخلص في سنه كامله هعرف اخلصه في يومين ثلاثه؟ ليه تحبطيه؟ ليه؟ يعني ليه تحبطيه؟ احنا بنحاول نحمسه ونحفزه ونخليه يسعى. وصل كان بها، ما وصلش يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قدرلوش، بس هو لازم يحاول. انتي بكلامك ده تخليه حتى ما يحاولش، فليه؟ بس خلينا بقى نتكلم في الشق المهم، وهو انه هل الثانويه العامه تتلم في يومين ولا لا؟ بقى اوجه كلامي لبقيه الكومنتس، ومش عادش هوجه كلامي ليك خلاص، انا مش محتاجه اكلمك تاني. هل الثانويه العامه ممكن تتلم في يومين ثلاثه؟ المنطق والعقل والوعي البشري يقول لك لا، لكن التجربه تقول لك يعني لو في بني ادم جرب القصه دي وطلعت نفعت، هيطلع يقول لك نفعت عادي. ملهاش دعوه بقى بالمنطق، ملهاش دعوه بالعقل، ملهاش دعوه بواحد اتنين تلاته، ملهاش دعوه باي حاجه خالص. خليني اديك مثال، ومش هنروح بعيد، انا هديك مثال على نفسي. انا في تانية ثانوي مش هكذب عليك كنت بذاكر طول السنه جدا، عشان انا كنت سنتين بس عشان نستوعب الموضوع. في تانية ثانوي كنت بذاكر كويس جدا وجبت مجموع كبير عشان انا كنت بذاكر طول السنه عادي، خلاص دي قصه منتهيه. لكن في ثالثه ثانوي انا فتحتش كتاب طول السنه، وما فتحتش كتاب طول السنه ده بمعنى ان انا ما فتحتش كتاب طول السنه، يعني ما كنتش اعرف حاجه عن المواد حرفيا. لكل الناس اللي دخلت تقول انا ما اعرفش حاجه عن المنهج وفاكرين هم لوحدهم، انا ما كنتش اعرف حاجه عن المنهج حرفيا، ما كنتش اعرف حاجه خالص. وكمان كان في عوامل حصلت ساعدتني اني ما اعرفش حاجه بزياده. زهقت بقى، بما انهم كانوا سنتين ما كنتش قادره اذاكر تاني، الموضوع كان تقيل عليا، المهم ان انا ما قدرتش. فجيت في ثالثه ثانوي ما كنتش قادره اذاكر خالص، ما كنتش قادره استوعب المناهج تماما، وما كنتش قادره افهم الدنيا ماشيه ازاي، مش عايزه كمان، مش قادره. بس كنت بقنع نفسي انه الوقت لسه معانا وقت، لسه معانا وقت. فضلت اقول لسه معانا وقت دي لغايه اخر شهر 5 كان باقي على الامتحانات مفيش، يعني احنا كنا 8/6، انا فاكره الامتحانات تقريبا كانت 8/6، باقي 10 ايام ولا حاجه على الامتحان. ما اعرفش اي حاجه خالص، ما اعرفش اي حاجه خالص عن المواد. كنت بقعد كده اتفرج طول الليل على فيديوهات، البرنامج بتاع الاستاذ باسم يوسف كان من اهم عوامل فشلي طول السنه. بسرق الموبايل من ورا ماما وهي نايمه علشان اتفرج على باسم يوسف، وفضلت كده طول السنه حرفيا ما كنتش بتفرج على اي حاجه، ما كنتش بعمل اي حاجه غير اني بتفرج على البرنامج بتاع باسم يوسف. الورق تسرقني وضاع وتاه، وبقيت في اخر السنه وانا ما اعرفش اي حاجه خالص. بقى انا قلت زي الاستاذه بنت زايد وقلت انه الثانويه العامه ما تتلمش في يومين؟ الحقيقه انا قلت كده، يعني انا ساعتها قلت كده، قلت انه ما عادش وقت خلاص، واني مستحيل اعرف اجيب حاجه. بس في نفس الوقت قلت انه بما اني فقت وباقي وقت قليل، انا هحاول اعمل فيه اي حاجه. جت ما جتش، لان انا كنت كده شايفه انها مش هتيجي زي ما هي قالت، بس انا هحاول. وجت ما جتش.
فقررت وقتها ان انا ابتدي، وقسمت كده المناهج على نفسي، وخدت اكتر مناهج انا شايفه ان هي مستحيل تيجي غير بوقت كتير، خدتها الاول في وقت كبير، وجنبت المناهج التانية اللي ممكن تتلم ايام الامتحانات جنبتها دلوقتي. ركزت قوي على مثلا على الفيزياء علشان احل فيها كتير، ركزت على الاحياء، ركزت على الماده الادبيه عشان كان عندنا ساعتها علم نفس، ركزت كده على ايه، على المواد اللي انا عارفه ان ومتاكده انها هتاخد وقت طويل. فوقتها خلينا فاكرين اني بدات في اخر شهر 5 والامتحانات كانت في اول 6، فمستحيل حد يقدر زي ما هي بتقول يلم مناهج دي كلها في الوقت ده. واحنا ما كانش عندنا حاجات مش في المجموع وحاجات مش مضافه وحاجات ما بيجيش في الامتحان والكلام اللي عندكم ده دلوقتي. احنا كان كل حاجه عندنا وكل حاجه مضافه للمجموع، ومفيش حاجه اسمها نصوص متحرره ما بتجيش، ومفيش حاجه اسمها مش عارف ايه اوبن بوك، والحاجات اللي انا بسمع عنها دي حاجات ما كانتش موجوده عندنا. انت لازم تبقى داخل صامم المنهج. انا ابتديت ساعتها صراحه يعني من انه في ناس شجعتني ابتدي، وفي ناس شجعتني قالت لي انك تقدري. يعني انا ضيعت وقت، انا ندمانه، بس ما اعتقدش ان الندم هيخليني اجيب 90% يعني. فبدات وعملت نفس اللي بقوله لكم، والله انا مش بخترع نظام، انا بس بقول لكم نظام اللي مشيت عليه واللي مشي عليه ناس اعرفهم يعني. بقيت احل اسئله كتير. ساعتها والدتي الله يديها الصح يعني كانت بتحب قوي تنزل لنا اسئله من على النت. مدرسين كانوا بيحطوا اسئله كتير قوي على النت، فكانت بتنزلها وتعمل لنا ملازم كبيره كده كلها اسئله. بس امي كانت دايما بتحب الاسئله، عارفه ان الطالب لو حل اسئله كتير هيعرف يحل في الامتحان. فقلت خلاص انا فكك بقى من المناهج، انا همسك بقى المذكرات والحاجات اللي ماما كانت بتنزلها دي وابتدي احلها كلها. من اول ما بصحى من النوم لغايه ما بنام انا ما بعملش حاجه غير اني بحل اسئله واشوف الاجابات بتاعتها واحفظها، احل اسئله واشوف الاجابات بتاعتها واحفظها، وهكذا لغايه يوم الامتحان. انا مش بديكوا قصه خزعبليه، انا دخلت وجبت فوق 90% الحمد لله. قفلت العربي، قفلت الكيمياء، قفلت الفيزياء، جبت 49 من 50 في الرياضه عشان سنتنا كان عندنا رياضه، جبت 49 ونص من 50 في علم النفس. ما كانش عندنا جيولوجيا بصراحه، انا اول مره اسمع عن الجيولوجيا دي غير في السنين اللي بعدنا، لكن احنا سنتنا ما كانش عندنا جيولوجيا. الماده الوحيده اللي وقعتني سنتها هي الماده الوحيده اللي ما حلتش فيها امتحانات، الاحياء هي الماده الوحيده اللي قررت انها لازم تتحفظ، فلازم اجيبها من اولها لاخرها علشان اعرف افتكرها، وما حلتش فيها ولا امتحان، وهي الماده الوحيده اللي وقعت فيها. لقيت الامتحانات كلها قفلتها ناقصه فيها نص درجه، في حاجات مش ناقصه فيها خالص. جبت فوق 90%، بسببها كان ممكن اجيب 98 او 97 مثلا. بسبب الاحياء دي اللي وقعتني شويه. انا مش بعمل لكم فيديو علشان اعمل لكم فيديو، انا بعمل لكم فيديو عشان انقل لكم واقع خبره لناس عملت حاجه، او واقع تجربتي، بلاش ناس، واقع تجربتي انا في مكاني ومر بنفس الظرف اللي انا عملته لنفسي. في ناس كتير زيي عادي زهقت مش قادره، ما تحبطش وتقدر وتعرف تعمل ده وتوصل وهتحقق كل اللي هي نفسها فيه. بس يعني زي ما انا بقول كل مره، تجنب بس قصه اليأس شويه، يعني تجنب بقى فكره اني خلاص مش هقدر، مش هعرف، انا مش هوصل، انا الوقت ضاع مني. تقول نفس الاخت ما قالت انه الثانويه العامه اللي بتتلم في سنه ما اعرفش المها انا في يومين 3. بني ادم طبيعي يقول لنفسه كده ممكن ينجح اصلا. قصه الموضوع عشان ما اطولش عليكم لان الفيديو كده هيطول قوي. السعي وراء الحلم مش محتاج وقت كبير، يعني السعي مش محتاج انك تبقى بتسعى من سنتين، ملاش علاقه. ممكن يكون ملمش اي حاجه طول السنه وقرر انه يلم اليومين 3 اللي قبل اللجنه، بس يلمهم جد ويفهم كويس قوي الميكانيزم بتاع الثانويه العامه ويوصل بانه يعمل الحاجه الصح، ووصل وجاب مجموع وحقق نجاح كبير. انا بدعي لكم وبدعي ان مفيش حد يفكر نفس تفكير بنت زايد، وانكم كلكم تفكروا ان لسه في امل، وان ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا عشان يبقى فيها امل اصلا، وان احنا طول الوقت عندنا امل نخش الجنه، عندنا امل ان ربنا يغفر لنا، عندنا امل ان احنا نبقى ناس صالحين. فلازم يبقى عندنا امل في الحاجه البسيطه قوي بتاعت الثانويه العامه دي برضو، وان الامل مستحيل ينقطع علشان ثانويه عامه. جددوا نيتكم كل يوم وانتوا قايمين من النوم ان انتوا نادرين اليوم ده لله سبحانه وتعالى وسايبينها على الله، وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبكم. واسعوا باكبر قدر من السعي تقدروا تعملوه يوميا، وتاكدوا بان السعي بتاعكم ده مش هيروح هباء، وتاكدوا ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبكم، حتى لو انتوا فاكرين ان تعبكم كان في يومين 3 وكان لازم تتعبوا طول السنه. سعوا، ربنا معاكم، خدوا بالكم من نفسكم. باي.